اتكلمنا قبل كده عن 3 مكملات ملهمش لازمة وإن حرام ترمي فلوسك في الأرض عليهم. النهاردة هنتكلم عن 4 مكملات من وجهة نظري إنهم أحسن مكملات غذائية ممكن تجيبهم وتستفيد منهم. ده في حالة لو أنت عايز تشتري المكملات. اشترك في القناة لو لسه مشتركتش وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد من قناة يونيك. ويلا بينا نبدأ الحلقة. أول حاجة معانا النهاردة وهي المالتي فيتامينز. المالتي فيتامينز تعتبر من أهم المكملات اللي لازم تكون موجودة في الكورس بتاعك، مش بس اللاعبين الجيم اللي محتاجينه، لأ، والناس العادية كمان. في نوعين من الجرعات في الفيتامينات والمعادن عموما. أول حاجة اسمها الجرعة العلاجية، ودي للناس اللي عندها نقص في فيتامين معين أو معدن معين، والدكتور بيكتب لها على الجرعة، وبتكون جرعة زيادة شوية على حسب الشخص والتحاليل بتاعته. تاني حاجة اسمها الجرعة اليومية، ودي جرعة بتكون صغيرة، الجرعة اللي بيحتاجها الجسم عموما يوميا، ودي بتكون موجودة في المكمل المالتي فيتامينز. مكمل المالتي فيتامينز ده بيبقى موجود فيه كل العناصر والفيتامينات تقريبا. بناخد منها حباية في اليوم، والحباية دي بتكون فيها كل الفيتامينات والمعادن والجرعة اليومية اللي احنا المفروض اصلا ناخدها من الاكل والفاكهة بتاعتنا. تاني مكمل معانا وهو الواي بروتين. الواي بروتين غني عن التعريف، يعتبر من اكتر المكملات اللي الناس بتستخدمها حوالين العالم كله، واكتر المصادر البروتينية اللي موجودة في السوق، وده لانه بيحتوي على الليوسين، والليوسين احد العوامل الرئيسية اللي بتحدد جودة البروتين في الواي بروتين. والواي بروتين بيحتوي على الاحماض الامينية الاساسية والغير اساسية. بس رغم كل المميزات دي، في الواي بروتين ممكن ان احنا نغطي البروتين اللي فيه والفايدة بتاعته من الاكل عادي جدا. هو مش مكمل سحري عشان يطلع لي عضلات مرة واحدة، لا طبعا، لكن بيكون مفيد جدا في بعض الاوقات. طب ايه هي الاوقات اللي هو بيكون فيها مفيد او انا بشتريه ليه؟ اول حاجة فهو منخفض جدا في الدهون والكربوهيدرات بتاعته. سعرات الدهون والكربوهيدرات بتاعته بتبقى قليلة جدا، ونسبة البروتين فيه بتكون عالية. تاني حاجة، الناس اللي ما بتبقاش ظابطة وقتها في الاكل بتاعها بحكم الشغل او مش موجودين في البيت، في الشارع على طول، ممكن الواي بروتين يكون وجبة خفيفة ومتكاملة من البروتين بتاعنا او من احتياج البروتين بتاعنا للجسم في اليوم، وكمان بيكون اسهل في التحضير. تالت حاجة ممكن يخلي الواي بروتين مكمل مميز، وهو انك ممكن تعمل بيه كذا نوع من الاكل. بدل ما كل شوية تاكل فراخ ولحمة، ممكن مرة تاخد شيك بروتين او تعمله بانكيك من الواي بروتين عشان تغير روتين الاكل وما تملش من الدايت. تالت مكمل معانا ويعتبر مهم برضو هو الكرياتين. الكرياتين بيعتبر من اكتر المكملات اللي اتعمل عليها دراسات وابحاث علمية. فالكرياتين هي مادة اصلا موجودة في الجسم بشكل طبيعي. طب هي ايه شغلها في الجسم؟ ببساطة لما بنرفع اوزان تقيلة، فاحنا بنستخدم حاجة في الجسم اسمها ال ATP. ال ATP دي مصدر الطاقة الرئيسي في الجسم او للعضلات، مصدر الطاقة الرئيسي للعضلات. فلما بنرفع الوزن، فاحنا بنخلص المخزون بتاع ال ATP اللي عندنا في جسمنا لغاية لما يوصل لنقطة التعب. اول ما نتعب معنى كده ان مخزون ال ATP خلص، فاحنا مش هنقدر نرفع الوزن تاني عشان مفيش ATP في جسمنا. وهنا يجي وقت الكرياتين وفايدته. فالكرياتين بيحسن من قوتنا وتحمل العضلات، وبتسهل عملية تجديد أسرع لل ATP. فأنا كل ما بخلص ال ATP وبريح، فأنا لما بريح ال ATP عندي بيملى تاني، أقدر أشيل وزن تاني. فالكرياتين بيساعد على تسهيل وتجديد أسرع لل ATP، بيخليني أستعيد نفسي تاني أسرع عشان نقدر نرفع الوزن أكتر من الطبيعي بشوية. وده هيخلي فيه تكسير أكتر في العضلات، وبالتالي فيه قوة التحمل هتزيد والعضلات هتزيد. اتعمل 22 دراسة أثبتت فيها إن الجسم في وجود الكرياتين بيكون نسبة التحمل للعدات أكتر 14% وقوة أكبر 8%. الأرقام دي تبان إن هي صغيرة جدا، لكنها بتتراكم مع مرور الوقت. وأثبتت الدراسات إن هي بتسرع القوة العضلية وحجمها. لكن خليك حذر عشان في شكوك حوالين الاستجابة الكرياتين مع الناس النباتية. يعني الناس النباتيين الكرياتين ممكن جسمهم ما يأثرش بيه قوي. ده غير ان الكرياتين مش بيحبس مية في الجسم زي ما الناس عارفة عنه كده. هو بيحبس مية لكن في العضلات، وده اللي احنا عايزينه عشان العضلات حجمها يكبر. بينصح ان الكرياتين ما يتاخدش لفترة طويلة، بيتاخد من شهر ل3 شهور. بعد كده ادي استراحة لجسمي وابتدي اخده تاني. الاستراحة دي ممكن تبقى شهر، والغرض من الراحة دي
ان انا مهلكش وظائف الكلى بتاعتي. رابع مكمل معانا والاخير وهو البري ورك اوت. يعتبر البري ورك اوت مش من المكملات الاساسيه، لكن لو متاح ليك انك تجيبه فهو هيكون كويس جدا. طب وليه هو كويس؟ البري ورك اوت فيه 3 عناصر مهمين جدا للاعبين الجيم او كمال الاجسام عموما. واول عنصر هو الكافيين، وده بيدي نشاط في التمرين ويخليك مركز مع العضله اكتر. تاني عنصر وهو البيتا ألانين، والبيتا ألانين هو حمض أميني بيحافظ على تحمل قوة التمرين، فبيخليك تزود من العدات بتاعتك من 2 ل3 عدات إضافية، وده اللي هيخلي تتحمل قوة التمرين مرة ورا مرة. تالت عنصر معانا وهو الأرجينين، والأرجينين بيساعد على ضخ الدم في العضلة، فده معناه إن العضلة هتتغذى وتاخد أكبر استفادة منها في التمرين. فعشان كده البري ورك اوت من المكملات المهمة جدا برضو للتمرين بتاعك. بس ارجع واقول انه مش من المكملات الاساسية ليك، يعني لو متاح ليك البادجت بتاعتك ان انت تحط البري ورك اوت في الكورس بتاعك هيكون احسن. في كام حاجة برضو لازم نحطها في اعتبارنا. اول عنصر معانا لازم نحطه في الاعتبار وهو الاوميجا. الاوميجا من العناصر المهمة جدا للجسم برضو. لو اكلك مفهوش ولا بيض ولا سمك ولا مكسرات من 2 ل3 مرات في الاسبوع، يبقى انت كده لازم تجيب مكمل الاوميجا بتاعك في الكورس. تاني حاجة برضو لازم نحطها في دماغنا وهو ZMA او الزنك. فالزنك من العناصر المهمة اللي لازم تكون موجودة في الجسم، تعتبر من العناصر الاساسية اصلا لزيادة هرمون التستوستيرون الطبيعي في الجسم. ولو اكلك مفهوش زنك يبقى انت لازم تجيب زنك مكمل غذائي ليك، فهو مهم جدا للجسم حتى لو انت مش بتتمرن. وكان في حلقة مهمة جدا عن العناصر المهمة للجسم، ادخل شوفها واعرف مصادر كل عنصر ايه بالظبط. هسيب لك لينك الحلقة في الديسكريبشن تحت وهيظهر لك فوق على اليمين. الخلاصة: 4 مكملات غذائية من وجهة نظري فهي مهمة جدا لأي لاعب جيم. أول حاجة وهي المالتي فيتامينز، تاني حاجة وهي الواي بروتين، تالت حاجة الكرياتين، رابع حاجة البري ورك اوت. ده بلس ان انا لازم احط في الاعتبار الاوميجا والعناصر زي الزنك وكمان المغنيسيوم. لو انت بتدور على تعدد مصادر البروتين فالواي بروتين هيكون الحل الامثل للموضوع ده. وارجع واقولك لو انت مكفي جسمك من الاكل الصحي والفيتامينات والمعادن والعناصر كاملة فانت مش هتحتاج للمكملات عموما، لانها اسمها مكملات مش اساسيات. بس كده. لو عجبتك الحلقة اضرب اللايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، ودمتم في رعاية الله.